أحلى وأطعم وألذ وصفة لحمة ممكن تجربوها. يلا بينا نسمي الله ونبدأ وصفتنا مع بعض. أول حاجة هنعملها عندنا نص كيلو من اللحمة، طبعا أي نوع لحمة بتفضلوه، والتقطيعات طبعا حسب الرغبة. في الطبق القمر بتاعنا ده هننزل بعلبة من الزبادي، هننزل بمعلقة من السكر، ومعلقة من خلطة السبع بهارات بتاعتنا، معلقة من البابريكا، وحوالي ربع معلقة صغيرة من الفلفل الأسود. وهنخلط كل المكونات القمر بتاعتنا دي مع بعض، وهننزل بالخليط بتاعنا ده كله على اللحمة، وهنقلب كل المكونات بتاعتنا مع بعضها بالشكل ده. وكده اللحمة بتاعتنا زي ما انتوا شايفين كلها اتغلفت بالتتبيلة اللي احنا عملناها. ودلوقتي بعد ما غلفناها دخلها التلاجة حوالي ساعتين. طبعا ممكن نسيبها ليلة كاملة، كل ما اللحمة بتاعتنا فضلت في التتبيلة فترة أطول بجد الطعم بتاعها بيفرق كتير. دلوقتي بقى هنرفع القلاية بتاعتنا على النار، وهننزل بمعلقة من الزيت ومعلقة كبيرة من السمن. ودلوقتي هنبتدي ننزل باللحمة بتاعتنا علشان تاخد معانا صدمة كده. كده نزلنا باللحمة بتاعتنا. عايزة اقول لكم بعد ما تاخد معانا تشويحة كده هننزل طبعا بصوص الزبادي اللي احنا عاملينه، مش هنرمي اي حاجة. دلوقتي كده بعد ما عدى حوالي 5 دقايق زي ما انتوا شايفين اللحمة بتاعتنا اخدت لون معانا. هنزل عليها دلوقتي ببصلتين مقطعاهم جوانح بالشكل ده، ممكن يبقوا 3 حسب الرغبة. وبنقلب كل الجمال ده مع بعضه بالشكل ده. وبعد ما البصل بتاعنا كرمل معانا كده هننزل عليها بكوباية مية. دلوقتي بعد ما نزلنا بكوباية المية هنغطيها ونسيبها على النار. كل ما اللحمة بتاعتنا تشرب المية هنزودها بكوباية مية لحد ما نوصل للتسوية الكاملة. دلوقتي بقى وفي اخر خطوة بعد ما اللحمة بتاعتنا استوت هننزل بالملح. الملح اخر خطوة بنعملها.